البطل غامض وشرس مخبي وراه أسرار بالكوم، يتقرب من البطلة ويجبرها تتجوزه بالعافية علشان يحقق أهدافه، لكنها مش سهلة وتقلب حياته فوقاني تحتاني، ويكتشف في النهاية إنها السبب في تدميره. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدأ أحداث درامتنا الجديدة مع بعض. علشان كده المسلسل بيبدأ بالبطلة وهي بتكلم نفسها إنها قضت وقت جميل مع حب حياتها وضحت بحاجات كتير علشان الحب ده، ولكن في النهاية الخيانة ما بتجيش غير من أقرب الناس ليك. ويظهر إنها نايمة وبتحلم بكابوس كل ليلة اللي بيجيلها في الحلم، وتصحى وأمها تكلمها: انتي ازاي ما جبتليش ورث للعيلة كل الوقت ده يا غبية؟ كل حاجة هتروح من ايدينا، الشركة والعربيات والفلوس المتلتلة. اعملي حسابك جبتلك عريس، يا ريت ما تطفشهوش، والليله تجيبي لي الخبر الاكيد. فتقول لها: حرام عليكي، كل مره راجل عجوز، انا لسه صغيره. وتبص جنبها تلمح شاب وسيم قاعد لوحده، وتعرفها انه قريب قوي هجيب لك هديه حلوه. وتقفل وتروح له تسحب منه الكاس وتطلب تتعرف عليه، وانها طالبه منه خدمه في مقابل مادي كبير، فيرفض لانه ما يعرفهاش ويبعدها عنه. وتجري وهي متوترة جدا وتقول لنفسها: ايه قلة القيمة دي؟ لكن فجأة يجي حد وراها يكتفها وياخدها، وأول ما بتشوفه يظهر البطل الوسيم الفتاك، وتتضايق جدا وتزعق له: انت ازاي تعمل معايا كده؟ انت مش عارف انا مين؟ فتظهر امها هي اللي جابتها بالطريقة المهينة دي، وتقرب من البطل: بعتذر لك جدا سيد شنغ عن وصول العروسة بالطريقة دي. فتتصدم تنغ: انت العريس الجديد؟ ده انت لو اخر راجل مستحيل اتجوزه. فتقول لها الأم: زواج سعيد يا بنتي، وتمشي. فتحاول تهرب منه لكنه بيقول لها: يلا بينا يا حلوة على مكتب توثيق الزواج. وبعد شوية يخرجوا بشهادات الجواز فعلا، ويقرب منها ويطلب مقابلة غرامية معاها. فتمسك ايده توقعه: بقى انت اللي زلتني ومسحت بكرامتي الارض وخلتني ماشية زي المجنونة؟ عايزني رافقك انت؟ انسى، يالا جوازنا ده مصلحة عشان امي تحل عن دماغي وما اشوفش وشك تاني. وبعدها يوصل الشركة والمساعد مستغرب من حالته ويسأله: ايه اللي عمل فيك كده؟ فيقول له انه وقع في المطر، فيعرفه ان عربيته اتكسرت من شوية من واحدة مجنونة رصدتها كاميرات المراقبة. فيعرف انها تنغ المجنونة عايزة تفش غلها. وبالليل تظهر تنغ في الحفلة مع صاحبتها سو، اللي بتقول لها: انت ازاي تعملي معاك كده؟ حرام عليكي يا قادرة. فتقول لها: ده رفضني وكسر بخاطري وكنت لازم اندمه على اللي عمله. وما تكونش لسه عارفة هو مين ده اصلا ولا من عيلة ايه. فترد سو: سيبك انت من كل ده، اهم حاجة تجيب الكتكوت الصغير للعيلة وتكوشي على كل الفلوس والعربيات، واهم حاجة اليخت اللي في المارينا. فيوصل صديقها هان اللي بيطلب انها تتجوزه مقابل اي حاجة، وانه عرف ان امها عاملة اعلان زواج من وراها علشان حفيد العيلة، ويقدم لها خاتم الماس. فيوصل البطل مكان الحفلة من غير ما حد يعرف، ويشوف اللي بيحصل، واول ما تلمحه البطلة تضايق اكتر وتقول لهان: موافقة بيك يا حمار، يلا لبسني الخاتم. فيشد البطل الخاتم ويلسعه واحدة في وشه يجيبه على الأرض، ويقول: ما تلعبش في حاجة مش بتاعتك. والكل مصدوم، ويتكلموا عنه الضيوف ويقولوا ان السيد شنغ كان لقيط ادبا راجل غني، فشغل دماغه وضحك عليه، وانه شاب صايع ضايع بتاع 3 ورقات معروف في كل مكان انه كلب فلوس. ويقرب ويقول لها: مش هسيبك تبقي لحد غير يا بطة. ويشدها بره عند العربية، يبص لها ويقول لها: ايه يا غزال، ما تيجي نقرب المسافات ونكشف ورقنا لبعض؟ انتي عاوزة بيبي وانا عاوز الفلوس، تعالي نشغل دماغنا ونلعب على الونجين ونطلع كسبانين احنا الاتنين. فتضحك على كلامه وتقول له: انسى وخد البنسة، مش هتقدر تاخد مني حاجة غير بمزاجي، وبعدين انا فاهمك كويس، العب غيرها يا عزيزي. فتكلمها امها: عاملة ايه يا وزة؟ ولولو عامل ايه البوبة ده؟ انا لميت كل هدومك وحاجتك من هنا وبعتهم بيت السيد شنغ، بتمنى لك اجازة سعيدة. فتتضايق جدا البطلة ان حتى امها بتلبسها وتقول لها: انت ازاي تعملي كده؟ انا مش رايحة في حتة. وشنغ سامع وبيضحك عليها، وتجري عشان تركب معاه، لكنه بيقول لها: كان فيه وخلص يا حلوة، ويسيبها ويمشي. فتروح له البيت ترفع عليه وتقول له: هتطلقني امتى؟ انا مش قابلة اعيش معاك كده. فيقول لها: عينيا ليك يا حلوة، الشيك ب5 مليون، وقطع الوثيقة قدامك اهو. تقول له في المشمش وتسيبه وتمشي. وبالليل يروح وراها ويقرب منها: على فكرة أنا عارف أكبر سر ما بيخليكش تعرفي تنامي يا حلوة، الجريمة بتاعت زمان. ومن هنا تبدأ الأحداث بتاعت المسلسل تتغير لما سر البطلة يبدأ يتكشف وسبب الحالة اللي هي فيها. فتتجنن تنغ وتمسكه من رقبته: قول يلا، عرفت الكلام ده ازاي؟ وإلا هخلص عليك.
فيقول لها اهدي بس، سرك في بير، ما تقلقيش، هتعرفي الحقيقة في الوقت المناسب، وكل اللي وصلت له ده مش صدفة، ثقي فيا أرجوكي. فتتوتر البطلة وما تقدرش تتكلم وتسيبه وتمشي، ويظهر انه كان مضروب بالرصاص قبل كده ولكنه عاش وكتب له عمر جديد، ويفتكر لما اخوه حاول يتخلص منه وانه لازم يختار حد من الاتنين، خطيبته او حب طفولته، ولكن تنغ تاخده من ايده وتخلص عليه بنفسها، والكل مصدوم من اللي بيحصل. ودلوقتي انا اللي عايزه اعرف حقيقة الاحداث ايه. ويرجع للواقع ويقول في سره: حبيبتي تنغ، الحادثة اللي اخويا دبرها لك فقدت فيها جزء كبير من ذاكرتك، ولكن اوعدك الحق هيرجع لاصحابه. فتجيله مكالمة ويكون ابو البطلة يزعق ويقول له: احنا مش متفقين ما تظهرش قصاد بنتي مرة تانية، انت بتعمل كده ليه؟ فيقول له: اللعبة بدأت خلاص يا عمي، والحبل على الجرار، لكن لو فتحت بقك بنص كلمة لبنتك وقلبت في القديم أوعدك الدبان الأزرق مش هيعرف لك طريق جرة. فيخاف جدا أبوها ويقفل، والأحداث شكلها قلبت راس على عقب، والمسلسل فيه لغز كبير هنفهمه كلنا قدام. ولكن لو وصلتوا لهنا يا حلوين ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واكتبوا لي في الكومنتات عاوزين ألخص لكم مسلسلات ايه، وما تنسوش كمان الاشتراك في صفحة الفيس عليها مسلسلات جديدة وجميلة هتعجبكم قوي. وما تنسوش تدعموني يا حلوين، وصلوا على النبي ونكمل. تبان البطلة بعدها إنها بتاخد مهدئات عشان تعرف تعدي يومها، لكن البطل بيكون ليها بالمرصاد في كل مكان، ويمنعها تاخد أي دواء، ويروح المستشفى بحجة إن عنده دور برد، ويطلب من تنغ تخرج بره لحد ما يخلص مع الدكتور، لكنها بتسمعه بيقوله إن علبة الدواء اللي بيحطها لها في العصير خلصت وإنه عاوز علبة كمان. والبطلة واقفة سامعة الكلام ومصدومة. ترجع البيت ودماغها بتودي وتجيب دواء ايه اللي بيحكوا عنه، وتبدأ تنكش لحد ما بتوصل لعلبة الدواء وتحاول تبحث عنها، لكن يروح لها البطل علشان يفطروا ويقول لها: انا حضرتهولك بايدي يا حبيبة القلب. وتبص لكوباية الحليب وهي خايفة جدا، وتفتكر كلامه مع الدكتور ومش عايزة تبين قصاده حاجة، وتقوله: تعال نخليها على الابيض، قولي الحقيقة، عايز تتجوزني ليه وهدفك ايه بالظبط؟ وكل ما ابعد عنك تلزق فيا اكتر، والسر ايه اللي تعرفه عني؟ وبالمرة خد دي كمان، دواء ايه اللي بتحطه في العصير؟ فإناد الخدامة يسألها: دواء ايه اللي بتحطيه للسيدة تنغف؟ فتتكسف وتقول لها: دي جوزة الطيبة يا مدام، ومجروش عليها شوية حبهان، السيدة الكبيرة طلبت ان احنا نعمل كده علشان محتاجة حفيد في أسرع وقت، احنا ملناش ذنب. وتسيبهم وتمشي. وبعد شوية تقدم له العشاء. يستغرب جدا، يشدها: حاطه لي ايه المرة دي يا حلوة في الأكل؟ عاوزة تخلصي مني صح؟ فتقول له: ابدا يا حبيبي، دول شويه شوربه رجول فراخ ترم عظمك بيها. فيرن الموبايل وتسيبه وتجري، وتكون اللي بتبلغها انها عرفت عنه كل حاجة، وظهر انه من سنة كان متورط في قضية قتل عمد، وان في لغز كبير وراه، خدي بالك من نفسك منه كويس، وعلى العموم هفضل وراه لحد ما اوصل لحقيقته كلها. فتتصدم البطلة وتقول لنفسها: شكلي وقعت في زعيم عصابة ولا ايه، استرها عليا يا رب. وتسيبه نايم وتفتش في اوضته عاوزة توصل لأي دليل. فيقول لها: بتعملي ايه؟ فتجري في حضنه: مفيش حاجة، كنت بدور على القطة، أرجوك خليك نايم جنبي. فيفهم إنها بتشتغله وكانت بتفتش في أوضته. فيقرب منها ويقول لها: قوليلي انت بتعملي ايه هنا؟ فترد مرة واحدة: احنا نعرف بعض قبل كده؟ فيستغرب: ازاي ده؟ فتقول لها: هقولك الحقيقة، عملت حادثة من فترة وفقدت ذاكرتي، وحاسة ومتأكدة ان انا اعرفك قبل كده وكان في بينا علاقة، ارجوك قولي هو انا فعلا عملت فيك حاجة اذيتك زمان؟ فيتصدم البطل ويبص لها بنظرة الشفقة، وعينيه ترغرغ بالدموع، ويقول لها: متأكدة انك اذيتيني؟ ويسيبها ويهرب من الكلام ويمشي. وتاني يوم ياخدها بيت العيلة، واللي يستقبلها السيد تيان، الأب الروحي واللي اتبناه، ويقول له: ما شاء الله عروستك زي القمر. وبتكون في الخلفية مراته السيدة شويو اللي بتكره شنغ جدا وبتحقد عليه ونفسها تخلص منه، وتزعق: بتعامله المعاملة دي ليه؟ ده لقيط من الشارع. وتدخل البطلة لجدة شنغ تحبها جدا وترحب بيها: لو زعلك في حاجة عرفيني وانا هقرصلك ودانه، انا عايزة حفيد ليا في اسرع وقت. وشو واقفة هتتجنن ان العز ده كله هيروح من ايديها لو السنيورة دي خلفت حتة حفيد، وشكلها كده هتشتغل لها في الازرق. ولما يقعدوا ياكلوا يبدأ شغل الحربقة على بعض، ويبدأوا يلقحوا على بعض بالكلام.
فيسخن شنغ على الكلام ويضرب كرسي في الكلوب كده وكده يفرسها اكتر ام سرم دي، ويقول ان تنغ حامل اصلا وياخدها ويمشي بسبب طول لسانها. فتفرح الجدة قوي وتنقرص شيوب الكلام انها معرفتش تخلف حتة سحلية صغيرة ليها بعد كل السنين دي، وانها هي اللي جابتها لهنا ونضفتها وروقتها. فتتعصب شوي وتقول حماتي ملوش لازمة الكلام ده. فتزعق الجدة لو كرر الكلام ده تاني هيكون لي حساب تاني معاكي. وبالليل تجي لها مكالمة: الحق اخوكي بسرعة، لو عاوزة تنجزيه تيجي للمكان اللي هبعتهولك خلال ساعة، والا هتقولي عليه يا رحمن يا رحيم. فتروح لهم بسرعة ويقدم لها تنازل توقع عليه عن كل حقوقها في عيلة شنغ في حالة وجود حفيد للسيدة شويو قصاد حياة اخوها. فترفض البطلة وتقول تلعبها ورزيلي، انا وانت هناخد مليون قصاد انك تسيبي يمشي. وبلغ السيدة شويو ان كل حاجة تمام، ولكن الخبر بيكون وصل للبطل ويكون مراقب موبايلها ويوصل للمكان ويضربهم وينقذ البطلة واخوها. لكن المفاجأة تدخل عليهم باي حبيبة شنغ القديمة اللي قلبها وخلع زمان. فتقول له اخيرا وصلت. فتستغرب البطلة: هو انتوا تعرفوا بعض؟ فترد باي: اعز المعرفة. فيقول شنغ: عايزة ايه؟ فتزعق البطلة: انت مين؟ فتقول لها: اعرفك بنفسي، باي يونغ صديقة الطفولة وخطيبة السيد شنغ. فتتعصب البطلة: كمان ليك علاقات خاصة؟ وايه كمان يا سيد شنغ، مخبي عليا ايه تاني؟ فيزعق: علاقتنا انتهت من سنة وكل حاجة اتقطعت قبل ما تبدأ من الأساس، واتمنى تكون المرة الأخيرة اللي أشوف وشك فيها. وياخد البطلة ويمشي. فتقول لنفسها: ما تقلقش، هنشوف بعض كتير الفترة الجاية يا سيد شنغ. فتقعد البطلة مع أخوها وتحذره ياخد باله المرة الجاية وإلا العواقب هتكون وخيمة. ويرجع البطل يعتذر لها من اللي حصل وإنها بتهلفط بالكلام. فيقول أخوها من غير ما يقصد: الحمد لله تنغى أحسن دلوقتي بعد علاج سنين بعد الحادثة اللي عملتها. فيتوه البطل عن الكلام ويقول له: انت عامل ايه دلوقتي؟ هترجع بلدك امتى؟ فتستغرب البطلة من اللي بيحصل وتفهم ان لسه في حاجة غلط، وتروح اوضتها وهو نايم تبص له وهي غضبانة جدا وتقول في سرها: يا ترى انت ايه حكايتك وبتعمل معايا كده ليه؟ وتاني يوم تقعد مع صاحبتها في كافي شوب فتوصل رسالة حب لفون شينغ من باي وانها مستنياه في مكانهم القديم. فتروح لها البطلة تحذرها انها تقرب منه تاني وعاوزة تعرف هي عايزة منه ايه، وتتعصب جدا وتقوم مديها حتة هوب كلوب ضرباها ومبهدلاها. فيجيلها الحراس يلحقوها وتعرفها باي ان كل حاجة هتتكشف قريب جدا، والوهم اللي انت عايشة فيه ده هتفوقي منه على كابوس. فتقول لها البطلة: انت تقصدي ايه بالكلام ده؟ فتديلها شيك ب1,000,000 باسم شينغ وتقول لها ان ده كان تمن موتك، يا ريت تفهمي انت الكلام لوحدك يا حلوة. فترمي البطلة وتقول لها: انا مش مصدقه الكلام ده، وشينغ بيحبني وحكالي على كل حاجة، ولكن على العموم انا هدور على الكلام ده، لكن لو بتكدبي اوعدك هتتمني الموت على ايدي يا مسكرة. واول ما تلمح شينغ جاي عليهم تقول لها: خدي حتة على طرف المعلقة، وتمسك ايديها توقع نفسها وتعمل انها حاولت تغرقها لحد ما ينزل شينغ يفكهم بعيد عن بعض، وتعمل نفسها المظلومة وتقول له: بص حبيبتك القديمة عايزة تخلص مني ازاي عشان تلف عليك مرة تانية. فيتعصب البطل ويبص لها: حرام عليك يا مفترية، ابعدي عنها، دي حتة بسكوتة معمولة من ورق الفرفر. ويشيلها ويمشي والتانية مولعة منها وتتعصب وتحلف برحمة المكسيكي انها ما هتسيبها. ويرجعوا البيت تسأله: انت لسه بتحبها الحرباية دي؟ فيقول لها: مفيش حد في حياتي غيرك دلوقتي. فتبص له وتقول له: انت هتسرح بيا ولا ايه؟ واد حلوة زيك كده مفيش في حياته حد يعني لحد دلوقتي؟ قول كلام غير ده. فيقول لها: صدقيني ده كلام شرف. فتقول له: ماشي خد دي، وتطلع الشيك وتطلب يعرفها ايه ده. فيقول لها: ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة. فيفهم ان حبيبته القديمة مش ناوية تسيبه في حاله وهتكشف السر القديم، ويقول لها: ما تسمعيش منها حاجة وابعدي عنها، هتعجن الدنيا بيني وما بينك صدقيني، حطي عقلك في راسك تعرفي خلاصك. ويسيبها ويمشي وتقول لنفسها: وعظم التربة ما هسكت غير لما اعرف ايه اللي وراك، انا مش مستريحالك. وتاني يوم تاخد صاحبتها وتروح لمحامي العيلة وتديله ملف قضية التهرب الضريبي على الشركة وتسأله: ايه ده؟ فين المبلغ الضخم ده؟ راح فين؟ فيضحك ويقول لها: ده كلام فاضي يا استاذة تنغ، مفيش منه الكلام ده. فتنط صاحبتها في الكلام وتقول لها: يلا نمشي من هنا، ده شكله محامي فنكوش. فترفض البطلة وتقول: ان توقيعك على ورق الشركة بالكامل يعني انت كنت جزء من اللعبة، هتقولي الحقيقة ولا بلغ الشرطة؟ فيقول لها:
أعلى ما في خيلك اركبيه، ويطردها برا المكتب وتظهر وهي غضبانة جدا. لكن شخص ملثم بيضربها على راسها وبتفقد الوعي، وتظهر حبيبة شنغ اللي عملت فيها كده، وتصحى البطلة على صوت غريب، شخص مجنون معاق معها في الأوضة، وفي أوضة لوحدهم الاتنين ومربوطة على السرير. تخاف وتقوله انت مين وايه اللي جابني هنا؟ فيضحك ويبصلها. أخيرا وصلتلك، مش فاكراني أكيد صح؟ ويمسكها من رقبتها. أنا اللي هخليكي تتمني الموت على إيدي. فيوصل الخبر للبطل ويتعصب جدا، ويروح له المساعد يبلغه إنهم وصلوا أخيرا لمكان تنغ. ويظهر المجنون مع البطلة يوريها عملت فيه إيه، وإنها السبب في تلف رجليه. فتقول له أنا اللي تقصدها دي؟ أنت متأكد من الكلام ده؟ وتفتكر إنها شافته قبل كده وحصل ما بينهم خناقة، ولكن إيه اللي حصل بعدها مش فاكرة أي حاجة. وترجع على الواقع ويقول لها عايزة تخلصي عليا وتدمري عيلتي، لكن ربنا بيحبني. انتي عملتي حادثة، فضلتي في غيبوبة سنة كاملة، وكل يوم بيعدي عليا ببص لنفسي وبوعد نفسي بالانتقام منك ومن حبيب القلب وقيم العدالة بتاعت السيدة تنغ. ويتهجم عليها. فتصرخ البطلة وتحاول انها تخلص منه. فيوصل شنغ قبل ما يخلص عليها ويقول لها ما تخافيش يا حبيبتي انا جنبك، وتفقد الوعي. ولما تفوق تلاقي شنغ بيضرب المجنون وانه عايش لسه ما ماتش، وبيقول لها انا حذرتك لو ظهرتي مرة تانية هخلص منك. ولحد دلوقتي انا متشوقة اعرف نهاية المسلسل ايه، وايه اللي حصل قبل ما البطلة تفقد الذاكرة وتدخل في غيبوبة. شكلها كانت رئيسة عصابة ولا ايه؟ خلينا نشوف الاحداث ونكمل. فيقول له المجنون انت حاسس بالذنب بسبب اللي عملته فيها زمان، وانك السبب الرئيسي في تدمير حياتها. كل ده بسبب طمعك للفلوس وحبك للوصول للمنصب، وكنت هتخلص عليا انا اخوك الصغير. وقفت قصادي وكنت هتخلص مني لاني وقعت في حبها وحاولت اقرب منها. وكل ده والبطلة واقفة سامعة كل اللي بيحصل، وتتصدم لما يظهر المجنون اخو شنغ الصغير، والصورة بتبدأ تتجمع عندها. وفجأة تظهر تنغ وسطهم والكل مذهول انها عرفت الحقيقة، وان شنغ ورا كل اللي بيحصل لها. فيقول لها انتي هنا من امتى؟ فتقول له سمعت كل حاجة وعاوز اعرف الحقيقة، ايه اللي حصل من سنة بالظبط. فيبص لها ويسكت ما يتكلمش. فتتضايق جدا وتقول له مش هتتكلم صح، وتسيبه وتمشي. فيمسكها ويقول لها استني هقولك على كل حاجة، ما تصدقيش المجنون ده. فتزعق امال اصدقك انت؟ انا بطلت اثق في حد، عرفني الحقيقة ارجوك. فيبص لها الحقيقة هتسبب لك ألم كبير، خليني ساكت أحسن. فتقول له المعاناة اللي أنا فيها دلوقتي أكبر ألم بالنسبة لي، حاسة إن كل الناس حواليا بتعاملني زي الهبلة والكل بيهرب وبيبعد عني. فعينيه ترغرغ بالدموع ويزعل عليها ويقول لها لو ما قلتش هتعملي ايه؟ فتمشي لكنه بيمنعها، مش هسيبك تبعدي عني تاني. ويطلع البرشام يديها بالعافية لكنها تخبطه وتبعده عنها وتهرب. تقول لنفسها هو ايه اللي حصل من سنة بالظبط، يا رب صبرني. وتبدأ تفتكر في الذكريات اللي كان بتحصل معاها، وفجأة تفقد الوعي. فيلحقها شاب في الشارع وياخدها المستشفى، وأول ما تفوق تطلب منه المساعدة وتديله الحباية اللي شنغ أصر تاخدها، وتطلب منه يحلل المادة الفعالة. وبالصدفة تشوف الطبيب اللي كان قاعد مع شنغ، وتقوم تثبته هتقولي على كل حاجة، أنا عايزة أعرف الحقيقة وإلا هخلص عليك. فيقول لها ماشي يا حلوة، انت فقدت الذاكرة من سنة، والمخدر اللي بتاخديه دوت لان بتجيلك نوبات صرع بسبب الحادثة. فتقول له مستحيل، انا مش فاكرة اي حاجة من اللي انت بتقولها دي، انت بتكذب. فيقول لها لو مش مصدقاني اسألي صديقتك المقربة وهي هتقولك على كل حاجة. وفعلا تكلمها تعرفها انها دخلت في غيبوبة من سنة بسبب حادثة وتسببت لك في صدمة عصبية بعدها، والطبيب قال العلاج هياخد فترة. فتقول لها ماشي يا حبيبتي هكلمك بعدين، وتقفل. فيقول لها الطبيب شفت اهو ما كدبتش عليكي. فتقول له مكالمة واحدة مش كفاية. فيوصل شنغ وقت ما يجي لها تقرير الفحص يسمع بيقول لها البرشام اللي بتاخديه من مادة اللافندر العشبي، وهو مهدئ من الدرجة الأولى ومش مخدر. فتقول له الدكتور والهلاوس اللي كانت بتجيلي والكوابيس دي ايه؟ فيقول لها طبيعي، انت خارجة من حادثة كبيرة يا سيدة تنغ، على العموم فترة قصيرة وهترجعي أحسن ما كنتي. وكل ده شنغ سمع اللي بيحصل، وأول ما تمشي يدخل يقول للطبيب بشكرك بجد على تزييف التقرير وإنك معرفتهاش حالتها الحقيقية. فيقول له اعمل حسابك هي مستعدة تضحي بحياتها في سبيل إنها توصل للحقيقة.
وفي أي وقت ممكن تكتشف ده ونروح كلنا في الرجلين، وتاني يوم تقابل اللي أنقذها ويظهر إنها اديته العلاج، يفحصه في أكتر من مختبر عشان تتأكد من النتيجة، ويعرفها الحقيقة إن التقرير الأول اتزيف فعلا وإنه مخدر بيسبب الهلوسة. فتشكره البطلة جدا وتعرفه إنها هتفضل على التواصل معاه، وتروح لشينغ تحاول معاه يمين وشمال يمكن تعرف أي معلومة توصلها للحقيقة. فيغضب جدا ويمسكها يقول لها تفتكر الليلة اللي قبل حفلة زفافنا من كام سنة ايه اللي حصل فيها؟ فتستغرب وتقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ فيوريها انه كان مضروب بالنار وانها مدينة ليه بحياتها وهي السبب في اللي هو فيه ده. وبدأت الأحداث تتكشف أخيرا بعد ما لفت بينا القارة كلها. فيدخل بيه يضربه ويبعدوا عنها، ويتصدم شينغ اول ما يشوفه ويقول انت بتعمل ايه هنا؟ فترد تانغ انتوا تعرفوا بعض قبل كده؟ فيقول لها شينغ ان ده السبب في خراب حياتنا وبعدك عني، واكتر شخص وقع بيني وما بينك واحنا مخطوبين، ولكن المرة دي انا هخلص عليك بايدي. وينزل فيه ضرب، فتهرب منهم تانغ وتجري لوحدها في الشارع، وكانت هتعمل حادثة مرة تانية، لكن فجأة يظهر شينغ وينقذها وياخد الخبط مكانها ويفقد الوعي ويروح المستشفى ويدخل العمليات وتكون حالته صعبة جدا، ويخرج بعدها لعيلته وهو معاق، ويبص للبطلة يقول لها ما تخافيش انا جنبك مهما حصل. فتبكي على اللي حصل له وتقول له انا اللي هفضل جنبك، بس ارجوك عرفني انا حصل لي ايه بالظبط. فيقول لها ماشي هقول لك كل حاجة، بس وعديني انك تفضلي معايا طول العمر. لكن تجيله مكالمة من العقربة تقول له فيها ان تنغ بتخطط تتخلص منك زي ما عملت زمان، والدليل معايا، قابلني عند تبة الشجرة وهتتأكد بنفسك. فيقفل ودماغه تودي وتجيب، ويقول انها عايزة تعملها تاني ولا ايه وهتخلص مني؟ مهما ضحيت علشانها ما بيتمرش فيها، ولكن انا هتغدى بها قبل ما تتعشى بيا. ويسيب البيت ويمشي ويبعت لها هدية، وتكون المفاجأة المسدس اللي خلصت عليه بيه زمان، ومعاه تسجيل صوتي بيحكي لها في الحكاية كلها، وانهم من سنة كانوا بيتاجروا في الممنوعات وكانوا بيحبوا بعض جدا واتفقوا خلاص يتجوزوا، ولكن كل حاجة اتقلبت رأسا على عقب لما طمعت في الفلوس وحصلت خناقة كبيرة جدا ما بينهم. في النهاية تنغ خلصت عليه بدون رحمة وافتكرت انه مات، لكنه اختفى للانتقام ودبر لها الحادثة الكبيرة اللي افقدتها جزء كبير من ذاكرتها، ولكنه حس بالذنب بعدها وقرر يساعدها لحد ما تقف على رجلها من تاني. ولكن انا بوعدك يا احلى حاجة حصلت في حياتي وبكتب لك كلماتي الاخيرة، انا بحبك جدا اكتر من نفسي، نتقابل في الجنة لان السبب في تدميرك من البداية ومش قادرة اسامح نفسي. وهوب تسمع صوت الرصاص وشينغ بيخلص على نفسه. فتحزن جدا البطلة وتقرر خلاص انها تسيب البلد كلها وتمشي، وفعلا تحضر شنطتها وتخرج من الصين كلها على عزم انها تعيش حياة افضل بعد ما عرفت حقيقتها المرة ورجعت لها الذاكرة. وبس يا حلوين، على هنا تخلص احداث مسلسلنا. اتمنى يكون المسلسل عجبكم ويكون الملخص عجبكم. ما تنسوش تدعموني وتشجعوني، متنسوش اللايك الجميل والكومنت الاجمل، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.